لماذا هذا الحقد؟ يا أخي أنت أدرس المسألة. يا أخي سيدنا عمر مع تقديرنا واحترامنا له في البخاري كان ينهى عن حج التمتع، ينهى عن حج التمتع كده عيانا بيانا جهارا نهارا. والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. مش بلاش بقى نتكلم عن زواج المتعة، لا، حج التمتع اللي في القرآن واللي صريح واللي ما يحتملش معنيين سيدنا عمر كان ينهى عنه. ألا تجعلك تتوقف من شخص يقول لله لا، يقول لرب العالمين لا؟ ألا تتوقف؟ ألا تفكر؟ لا نقول تسب الرجل أو تلعنه، لكن تتحفظ في اتباعه. يعني تقول إن من المحتمل إن الراجل ده يبقى ورطنا، مش نقول قال رسول الله تقوموا تقولوا لنا قال عمر، كما كان ابن عباس يقول توشك أن تنزل علينا حجارة من السماء نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. مش بنقول علي وأبو بكر وعمر، ده بنقول رسول الله يقول. فأنت تظن أن عمر يقول وتجيب بقى أحاديث فارغة تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش هو قال. ولد من اللي سمعوني، من اللي هم عقولهم مغلقة، مساكين مرضى، يقول بعد ما سمع اللي أنا قلته إن عمر قال للنبي قبل وفاته ب3 أيام هجر رسول الله، يقوم يرد علي يقول لي إيه؟ أليس النبي الذي قال لو كان نبي بعدي لكان عمر؟ قلت له أيها المجنون، يعني أنت تريد أن تجعل رسول الله مخرفا من أجل أن عمر كان من الممكن أن يكون نبيا، لأن النبي قال عنه أنا عمري شفت نبي كان بيعبد صنم وكان لما يجوع يأكله صنم من عجوة. عمري شفت نبي كان يأد بنته وهي صغيرة بلا رحمة، ده يبقى نبي؟ ده كله سبب الحديث ده مقلوب من ايه؟ يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. يبقى الحل إيه؟ لو كان نبي بعدي أو لو كان نبيا بعدي لكان عمر. إنما القلب، شوف قلب الحديث يتقال كده فيتقال حديث عشان ما يبقاش الشيعة جابوا في السنة جول يا عمنا وبعدين يطلعوا لنا حديث تاني والعلماء ينقلوه جهلا وعدم دراسة. قال النبي قال ايه؟ واحد صحابي اسمه العرباض ابن سارية يقول ايه؟ وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب بعد صلاة الغداء. قال النبي عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ألا وإنكم سترون بعد اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وده حديث رواه حمصي اللي هو العرباض، كان عايش في حمص واللي نقلوا عنه ناس من حمص واللي نقل عن الناس ناس من حمص. حديث رواه حمصي عن حمصي ولم ينقل هذا الحديث عن رسول الله إلا العرباض بن سارية. معقولة؟ مع النبي بيوصف
وبيوعظ بعد الفجر وظرفت العيون وقالوا كأنها موعظة مودع. ما فيش حد يسمع ولا واحد تاني غلطة صحابي تاني ينقل يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والفضيحة بقى ايه؟ عارفين ايه هي الفضيحة؟ ان النبي تجاوز القرآن، ما قالش عليكم بكتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء، ده بيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هو في سنة غير سنة رسول الله يا جماعة؟ طيب أنا لما عمر يقول والنبي يقول، طيب النبي كان بيقول في صلاة التراويح أيها الناس صلوا في بيوتكم، في البخاري. يا جماعة الخير، النبي الصحابة راحوا يصلوا في المسجد مش جماعة مع النبي، هم يصلون بصلاة رسول الله والرسول بيصلي لوحده. فالنبي ثالث يوم مرضيش يطلع عليهم وحذفوه بالحجارة، وبعدين قال لهم لم يخفى مكانكم عني أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالنبي نهى عن صلاة التراويح أو القيام جماعة. واحد بقى يطلع يقول إيه أنت بتنهى عن الصلاة؟ لا يا حبيبي، بقول لك صلي في بيتك. صلاة الفرض يكون جماعة في المسجد، أما صلاة السنن الأفضل تصليها في بيتك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول صلاتي صلاة في مسجدي أفضل من صلاتك في مسجد آخر ب500 أو 1000 صلاة. أما صلاة السنة فالنبي قال صلاتك للنفل في بيتك خير من صلاتك في مسجدي هذا، يعني تصلي في البيت. والشوكاني في نيل الأوطار بيقول وبوضوح، بيقول وقالت العترة التجميع فيها بدعة، يعني صلاة التراويح جماعة بدعة. مين اللي قال الكلام ده؟ العترة، نقلا عن مين؟ عن رسول الله اللي قال لهم صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طبعا أنا عايز أقول لكم حاجة، أقسم لكم بالله لو رسول الله جاء اليوم ما يستطيع يوقف التراويح. وأقسم بالله العلي العظيم رسول الله لو جاء اليوم وقال أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وروح بيتك، هيقولوا له متشكرين يا محمد احنا هنصلي التراويح. معقولة السعودية غلط، مكة غلط، المدينة غلط؟ يعني كل الناس دي بهايم وانت اللي جاي بعد 1400 سنة تفهم؟ ما هو انا بقول لك ليه لو النبي طلع مش هيسمعوه، لان في البخاري هو النبي بيقول صلوا في بيوتكم، هل تسمع له كلام؟ وعندهم البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله، فهل نفع؟ ما نفعش. هل النبي لما بيزكي اهل البيت هل ده بينفع؟ لا ما بينفعش. ليه؟ لان سنة عمر مقدمة على سنة رسول الله. وعمر في البخاري يقول عن صلاة التراويح عيانا بيانا جهارا نهارا، بيقول بالحرف الواحد نعمة البدعة، سماها بدعة. هيطلعوا يقولوا لك ايه؟ اصلها اتصلت ايام النبي وعمر استخدم البدعة مش بمعناها الشرعي، استخدمها بالمعنى اللغوي. نقول كلام جميل، بدام استخدمها بالمعنى اللغوي يبقى عمرها ما حصلت قبل كده، لأن البدعة شيء ابتدع في اللغة على غير مثال سابق. حلو؟ فلو كان النبي عملها وخاف النبي تفرض عليكم، طب ازاي يخاف والنبي ربنا قال له يوم الإسراء والمعراج في مكة 5 صلوات في الأجر، في العمل 50 في الأجر، لا أزيد ولا أنقص. إذا معروف الصلوات ال5 لن تزيد ولن تنقص. وأنا بقول لإخواني اتبعوا أهل بيت رسول الله عشان تضمن عبادتك. أنت لما بتروح تتوضى بتعمل إيه؟ بتغسل رجلك في الوضوء. ربنا بيقول لك لما تتوضى في القرآن
نجيب واحد في صحراء قاحلة نقول له اقرأ النص في القرآن، هيفهمها ازاي؟ اغسل جوز وامسح جوز، خلاص. اغسل وشك وايديك وامسح راسك ورجليك، ولما ما تلاقيش المية سيب اللي كنت امسح اللي كنت بتغسله وسيب اللي كنت بتمسحه. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. دي صعبة، وعندنا في الطبري وفي الدر المنصور للسيوطي عشرات الأحاديث، وبتقول أول واحد من أمر بغسل الرجلين الحجاج بن يوسف الثقفي، قال لهم إني رأيت الرجلين أخبث من الوجه ألا فاغسلوا أرجلكم. في البخاري الصحابة كان بيعملوا إيه؟ كان بيمسحوا رجليهم، فأبطأ علينا رسول الله فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. نمسح أهو. أنت تعلم ابنك عنده 4 سنين إزاي يتوضأ، هيكون تعلمه يغسل رجله يقوم يجي يمسحها، فلما تخش عليه تقول له خد بالك اوعى تنسى العقب وهو بيمسح، هتقول له يخرب بيتك انت مش علمتك تغسل، ايه اللي خلاك تمسح؟ يبقى اذا النبي لما قال ويل للاعقاب من النار زي ما قال ابن رشد لا يعني الا تعميم المسح وليس الانتقال الى الغسل حسب الفهم الصحيح الاصولي للفقه وللمعايير الفقهية الصحيحة. طيب واحد بقى اقول لك اذا عرفت، واحد هيقول بقى دلوقتي يقول ايه يعني فرقت ايه يا شيخ ان احنا بدل ما نمسح ما نغسل؟ ما هو الغسل فيه المسح. اقول لك طب ما بتغسلش راسك ليه؟ عمر في حد بيتوضى بيغسل راسه؟ لا. هيقول لي يا اخي لان ربنا قال امسحوا برؤوسكم. اقول جميل، اللي قال امسح راسك قال امسح رجليك. ايه اللي يخليك تغسل رجليك؟ لانك لو عرفت ان ربنا امر بمسح الرجلين فغسلتها صلاتك بطل، صلاتك بطلة. هتقول انتوا عارفين البخاري بيقول ايه؟ بينقل وضوء علي بن ابي طالب، فبيقول ايه؟ فاتيت له بماء فغسل وجهه ويديه، وبدل ما يقول ومسح رأسه ورجليه قال وذكر رأسه ورجليه. ذكر. ليه يا بخاري غيرت كلمة مسح إلى ذكر؟ لأنها هتورطنا، لأن البخاري من اعتقاداته الفقهية إن أنت تغسل رجليك. لا، نحن نريد أن نتعلم. عشان كده خليك أعمى. خليك أعمى إزاي؟ امشي وراء أهل البيت وانت ضامن أن تبلغ الحقيقة. تيجي يوم القيامة تقول يا ربي أنا مشيت وراء حسان رحت جهنم، مشيت وراء القرضاوي شرفت معاه، مشيت وراء كل دول أنا بقولها لكم كده خدوها مني. القرضاوي، حسان، عبد المقصود، على فلان علان ترتان، دولة عميان لا يعرفون الحق، لا يعرفون حقا فلا تجعلوهم يضلوكم. وأن المخرج الأوحد مش الوحيد، الأوحد هو أن تتبع كتاب الله وأهل بيته إن أردت أن تظفر بالنجاة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أهل البيت مرجعية للأمة ومناطا بالنجاة. مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح، من ركبها فقد نجا ومن تركها فقد هلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.